بورسعيدي جاب لهم كاس مصر في 98، يعني راجل مدرب. صلاح سليمان بيستلم ويبدا هجمه للزمالك، قصيره الكره ومخطوفه ومس باس، خطر اوكلي يا قلت هيجيبوا جول. انا قلت الفرقه دي هتجيب جول في الزمالك، قلت الكلام ده يا جماعه. مش ممكن الراجل اوكلي من خطا قاتل من دفاع الزمالك على طول يحرز اول اهداف اللقاء. اوكلي في الدقيقه كام؟ 63. ولسه بقول مفيش من دقيقتين ثلاثه، ده احنا بنلعب في اديس ابابا، ما بنلعبش هنا في القاهره. ادي الحضور الاثيوبي، فرقه ليها كل الاحترام، فرقه من نتائجها لازم كنت اعمل حسابي ابقى واخد بالي وابدا ادي كل خصم حقه يا جماعه. ادي صلاح سليمان والميس باس الكره اللي فاتت، بس هم خلاص قروا اللعبه، هي اللعبه دي من بدايه الماتش الزمالك بيلعبها خلاص، هو الراجل حفظها. فتح الله بعيد ما ضغطش هنا على الراجل، على ما جه صلاح وفتح الله اداله المساحه، لازم هنا فتح الله يضم يعني اهي. ادي اتلعبت، نعيد تاني على طول. نقلي خطف، بص فتح الله مش ظاهر في الكادر هنا، ازاي فتح الله يضغط عليه ما يدلوش حريه حركه، وراجل اشول وسندها وحطها على يمين عبد الواحد. ايه نموذج. 8 انتصارات في بطوله الدوري، قدم كره طيبه قوي حتى في بطوله افريقيا لحد دلوقتي. حازم امام يسدد وروبرت يشيل. مش ده اداء الزمالك، لكن من بدايه اللقاء في ثقه زياده في اداء الزمالك، هي دي اللي وصلت للموقف اللي هو فيه دلوقتي. ادي حازم امام اهو يسدد وروبرت يشيل، لسه كوره جون عبد الله سيسيه ومحمد ابراهيم. اهي تبديله على طول من البودله، يتعادل نادي الزمالك بهدف لعبد الله سيسيه في الدقيقه 82. زي ما كابتن طه بصري كان بيقول في ملعب الاهلي لازم عبد الله سيسيه ينزل من بدري، صح؟ العب باثنين فراوده اضغط على دفاعاتهم. ادي محمد ابراهيم هنا استلامها على طول، وسيسيه قطع كويس قوي وحطها. ادي التعديل 1-1. ادي الكره بتتعاد مره واثنين وثلاثه، محمد ابراهيم من على الخط على طول شالها الراجل، وعبد الله سيسيه ضعها داخل الشباك. لسه الكره بتتعاد مره واثنين وثلاثه، وادي سيسيه ومحمد ابراهيم اهو، بص بيقول له اهدى اهو. صح كده يا سيسيه، بيتكلم صح قوي الراجل ده. تبديل ما شفنا